هل الكرد الحاليون هم حقا أحفاد السومريين؟ هل هناك تواصل لغوي بين السومريين والكرد؟ وهل من دلائل على ذلك؟ يعتبر السومريون من أقدم الشعوب التي سكنت بلاد ما بين النهرين، إذ أسسوا فيها أولى الحضارات المعروفة في العالم القديم. أقام السومريون العديد من المدن كمدينة أور وأريدو وشورباك ولجش وغيرها. أبدع السومريون في العديد من المجالات كالأدب والهندسة والزراعة والفلك، إذ ينسب إليهم التقسيم الستيني للوقت والذي لا زال يستخدم إلى يومنا هذا. ابتكر السومريون أول لغة مكتوبة في العالم والمعروفة بالكتابة المسمارية، حيث قاموا بتدوين ثقافتهم وأعمالهم اليومية على ألواح طينية. ولسبب أو لآخر يحاول البعض الفصل بين السومريين والكرد الحاليين، فهل من أدلة على هذه الصلة؟ يقول الأستاذ والباحث في مجال التاريخ مرشد اليوسف، المحاضر في قسم التاريخ بجامعة الفرات: لا شك أن السومريين الذين سكنوا جنوب ميزوبوتاميا منذ الألف الخامس قبل الميلاد وأنشأوا المدن الأولى واخترعوا الكتابة المسمارية والعديد من الإنجازات الحضارية الكبرى هم أجداد الكرد الحاليين. وحسب رأي معظم علماء الآثار والتاريخ قد انحدروا من كردستان العراق، إذ يقول البروفيسور فاضل عبد الواحد أستاذ السومريات في جامعة بغداد: إننا نرى في السومريين امتدادا لأقوام عصور ما قبل التاريخ في وادي الرافدين، وإنهم انحدروا من شمال القطر العراق إلى جنوبه واستوطنوا في منطقة تعرف بسومر. فيما يقول الدكتور فوزي رشيد أستاذ السومريات في جامعة بغداد: إننا نعتقد بأن السومريين من سكان الأقسام الشمالية من العراق. ويتابع الأستاذ مرشد اليوسف قائلا: إن الدليل الأهم هو التشابه بين اللغتين الكردية والسومرية من حيث القواعد والنحو والصرف وتطابق وتشابه الكلمات. والمؤسف هنا هو أن علماء الآثار واللغات ولأسباب نجهلها لم يقارنوا بين اللغة السومرية واللغة الكردية، ولو فعلوا ذلك لانتهت المشكلة ولانتهى الجدل والتخمين حول أصل السومريين وأصل لغتهم الإلصاقية وأصل صلة الكرد بهم، إذ تتكون الكلمات في اللغتين من جذر ومقاطع، حيث يختلف معنى الكلمة بإضافة مقطع أو أكثر إلى الجذر الواحد ليعطي معنى مختلف. فمثلا عندما نأخذ الجذر دار أي قطعة خشب ونضيف إليه مقطع إستان تصبح الكلمة دارستان أي الغابة في اللغة الكردية، وعندما نضيف المقطع بست تصبح الكلمة دار بست أي النعش الذي يحمل عليه الميت. فيما إذا أضفنا المقطع هيرو تصبح الكلمة دار هيرو أي شجرة الختمية. وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد لكم بعض الكلمات التي تتطابق في اللفظ والمعنى بين اللغتين الكردية والسومرية. كلمة كال السومرية التي تعني الكبير أو العظيم تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية كال التي تعني أيضا الكبير في العمر أو كبير العائلة أو الكبير من ناحية الأهمية. كلمة جمي التي تعني في السومرية أمي تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية جامع التي تعني أيضا أمي بالكردية. تشين كلمة سومرية تعني يذهب تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية تشون أو تشين التي تعني أيضا يذهب أو الذهاب. كلمة جه السومرية تعني الشعير تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية جه والتي تعني أيضا الشعير. كلمة خوا السومرية التي تعني يأكل تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية خوا التي تعني أيضا الأكل أو يأكل أو كل. كلمة نيند السومرية التي تعني الطعام تتطابق مع الكلمة الكردية نان التي تعني الخبز أو الطعام. كلمة كالو السومرية وتعني الشاعر أو المجرب الكبير، وهي تتطابق مع اللفظة الكردية كالو التي تعني أيضا المجرب أو الكبير.
كلمة لو السومرية التي تعني رجل تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية لو التي تعني أيضا الرجل، وتقابلها كلمة لي التي تعني المرأة. كلمة را السومرية التي تعني لأجل تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية را، وعلى سبيل المثال لوكال برا التي تعني في السومرية لأجل لوكال، تقابلها في اللفظة الكردية جمل كثيرة مثل من أجل بوطان جبوطان را. كلمة دومو مي السومرية المكونة من مقطعين، دومو أي الطفل ومي بمعنى الأنثى، وتعني في السومرية طفلة، تشبه الكلمة الكردية التي تتكون أيضا من مقطعين لتعطي معنى الأنثى مثل كومي أي أنثى الحمام. كلمة آدان السومرية التي تعني موعد أو وقت تتشابه لفظا ومعنى مع كلمة دان أو دانك الكردية التي تعني الموعد أو الوقت، فمثلا عندما نقول داني إيفاري أي وقت المساء. كلمة بار السومرية التي تعني قطعة تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية بار التي تعني قسمة أو حصة أو قطعة. كلمة أودون السومرية التي تعني الموقد تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية آتون التي تعني أيضا الموقد. كلمة شاركشاتي السومرية التي تعني ملك العالم أو ملك الكل تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية سركشاتي التي تعني أيضا قائد. كلمة غور السومرية التي تعني العالم الأسفل أو القبر تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية غور التي تعني القبر أيضا. كلمة أميت تاني السومرية التي تعني الشاذ أي الفرد الذي لا مثيل له تتطابق مع الكلمة الكردية تاني التي تعني الوحيد أيضا أي الذي لا مثيل له. كلمة آلام التي تعني في السومرية تمثال تتشابه لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية علامات التي تعني أيضا التمثال، مثال شكفتا علامتا وتعني مغارة الرسوم والتماثيل المنحوتة في الصخر. كلمة آغار السومرية التي تعني حفرة الماء تقابلها بالكردية آفغير وتعني حفرة الماء أيضا. آراهور كلمة سومرية تعني طحن الحبوب تقابلها الكلمة الكردية المطابقة في اللفظ والمعنى آراهور التي تعني الحب الناعم أو المطحون بشكل ناعم. كلمة هارآش السومرية التي تعني حجر الرحى تقابلها في الكردية آشهيرين وهي تعني أيضا المطحنة الحجرية. كلمة ماهال السومرية التي تعني المنخل وهي الأداة التي تستخدم في تصفية الحبوب والطحين تقابلها في الكردية كلمة موخل. كلمة دومو بيسان السومرية التي تعني المدرس تقابلها في اللغة الكردية كلمة دبستان أي المدرسة. كلمة دوب السومرية التي تعني اللوح تقابلها في الكردية كلمة دب أو دب التي تعني أيضا لوح خشب وما شابه. كلمة ماك السومرية وتعني الأم الكبيرة تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية ماك التي تعني أيضا الأم الكبيرة. كلمة جيزك السومرية التي تعني الفتاة تتطابق لفظا ومعنى مع الكلمة الكردية قيزك التي تعني أيضا الفتاة. ومع أن اللغة تعتبر عنصرا حيا إذ تولد كل يوم كلمات ومصطلحات جديدة وتموت أخرى لعدم استخدامها، حافظ الكرد على لغة أجدادهم السومريين. وفي انتظار ترجمة باقي الألواح السومرية وما ستكشف عنه من ماض عريق وقصص وأحداث لم يدونها غيرهم، إنهم الكرد السومريون. ليصلك باقي الحلقات يرجى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد.